كل سنة وانتم طيبين. البطاية المتكتفة او ربنا كتفتها كده مخلاتها تروح في اي حتة. بصوا بقى، البطة المتكتفة دي عايزة اوريكم الانجاز اللي انا عملته او اللي سويتها في خلال قد ايه. سويتها في خلال ربع ساعة على النار، ربع ساعة وطفيت على البطة. يعني اقل من وقت الفرخة اصلا. الفرخة لو حطيتيها على النار هتخش في تلت ساعة تقريبا، نص ساعة وتكوني طفيتي وشربتها وتبقى زي الفل. دي بصوا، تلت ساعة، ربع ساعة وكنت طفيت على البطة واللحم بتاعها زي الفل. بصوا بقى البطايه بعمل فيها ايه. بحب ان انا اغسل البطه كده، بفصل الجلد بتاعها وبدعكها كويس جدا، وبصله وملح وفلفل وكمون، واسيبها بايته على الرف قبلها بيوم، بدعكها كلها بيها، سواء هي او الفراخ عامه. حتى لو الفراخ اشيلها في الفريزر لازم اعملها التتبيله دي. هنا بصلايه تانية بقى كده برضو مدعوكه بنفس التوابل ومعلقه سمنه، وابتدي ان انا اشوح فيها او اصفرها بس كده تدبل، واروح نازله بالكبد والقوانص بتاعه البطه، واروح مشوحاها فيها، وابتدي احط لها نص كوبايه ميه. هنا طبعا انا نسيت ان انا افتح البطايه. انا دايما بفتح الفراخ والبط، لازم اعمل له كده عشان اللحم بتاعه ياخد من التتبيله وادعكها بيها. هنا رحت حاطه طبعا نص كوبايه الميه عشان القوانص بس تبتدي تستوي. خلصت الميه رحت حاطه نص كوبايه الرز، يا دوبك شوحته وحطيت فلفل بقى، ملح وشويه قرفه، حبهان، ورق لوري، وحطي التوابل بتاعتك وابتدي احشي بيها البطايه في كل مكان كده. وزعي الرز، ممكن تعمليهم فريك براحتك. المهم ان انت هتحطي ما بين الجلد كده، وابتدي غزي بقى البطايه وخيطيها باي حاجه عندك. انا جبت عصيان شيش الطاووق ورحت مخيطاها كده. ابتديت ان انا لملم الجلد بتاعها عشان احاول ان انا اقفلها. ابتديت ان انا اقسم بعصيان شيش الطاووق، ورحت مقفلاها بكل حاجه فيها. حتى زيت التاكيد رحت جايبه لها بقره خيط يعني، ولفي وقفلي عليها بحيث ان هي تكون مقفوله كويس وهي بتستوي، عشان الرز يكون جوه ملموم. على الطاسه الجريل الجميله الزهر دي بقى معلقه سمنه، ورحت حاطه البطايه تاخد لون من كل اتجاه كده قبل ما تتحط في الشوربه. بصوا حمرتها تحميره كده. اولا بتقفل مسام الجلد بتاعها وبتخليها هي اصلا لونها بعد كده هيبقى حلو. الحله بقى العملاقه بتاعتي الجميله الساحره اللي فعلا ما تستغنيش عنها في بيتك، حله الضغط. والله هايله يا جماعه. ميه سخنه كده فيها بتغلي، ولوري وبصلايه، وزودتها ميه من الكتل، يا دوبك غطيتها وحطيت الفلفل والملح لاني مش هفتح تاني على حله الضغط. عامه انت بتحطي كل حاجه فيها. بتاكد ان الجوان مقفول كويس عشان الحله تبتدي تشتغل صح، والجوان ده اهم شيء، ان انت تتاكدي ان هو مضغوط صح. ابتديت ان انا اقفلها خلاص، وهبتدي ان انا اعملها اتجاه اللحمه او الفراخ يعني، وهسيبها على النار. خدت بالظبط على النار ربع ساعه وطفيت، وسبتها 5 دقايق بس ان الزرار ينزل عشان اقدر افتح الحله. بصوا لون الشوربه خطيره، هي بتتكلم لوحدها. الفرخه بقى، الفرخه ايه، البطه استوت تماما. يعني انا البطه بتقول لي ارحميني وطلعيني. شايفين اللحمه بتاعها رهيب، استوى. انا مش كنتش مصدقه نفسي اني بطايه احطها على النار، وقبل الفطار ما كانش فيه نص ساعه وكنت بخلصها كل اكلي. ابتديت ان انا ادعكها بقى كده وادهنها بمعلقه كاتشب، مستردة، ربع كوبايه برتقان، معلقه عسل، معلقتين زيت، اللي موجوده عندك ادهنيها بيها. انا حطيتها في نفس الطاسه الجريل طبعا الزهر اللي هتخش الفرن، وسبتها تخش الفرن. رحت قايله بقى ان انا هستخدم الحله واجرب فيها المحشي. قلت عايزه اشوف برضو المحشي هيستوى فيها ازاي او بياخد وقت قد ايه. ده كرنب وبتنجان وفلفل، ورحت حطاه ما غطيتهوش ميه، ما غطيتهاش مليانه قوي. قفلت ورحت طبعا عامله التايمر ناحيه الخضار. سبتها على النار، خد 10 دقايق بالظبط، ورحت طافيه. بمجرد ما الزرار نزل طفيت النار واستنيت. هي خدت 10 دقايق على النار، طفيت النار واستنيت لغايه ما الزرار ينزل 5 دقايق بس عشان اطلع البخار واقدر افتح الحله. طبعا فتحت انا المحشي استوى في 10 دقايق. 10 دقايق المحشي. عقبال ما كنت بحمر البطايه في الفرن في الطاسه الزهر كان المحشي استوى تماما. طبعا حطينا بقى الملوخيه. يعني انجاز رهيب ان يكون عندك حله ضغط، هتنجزك في حاجات كتيره جدا، سواء في خضار، سواء في لحوم، سواء في اي حاجه انت بتسلقيها بتاخد منك وقت طويل. هنا بقى البطايه شايفين طالعه لونها جميل جدا، متحمره. طبعا هي مغزوزه من كل حته. هنبتدي ان احنا اوريكم حتى شكل اللحمه. بصوا هي بعد ما انا حمرتها هي ما نشفتش ولا فيها اي حاجه، اللحم بتاعها مستوي تماما. بصوا الصدر بتاعها. يعني انا هحاول بس اوريكم حته كده، مش عايزه اهريها عشان اطلعها ليهم سليمه. شايفين
مستويه واضح جدا يعني ان الصدر شكله ايه. ابتديت بقى ان انا خلاص هقدمها، وتقدري تقدمي الطاسه الزهر دي على السفره عادي جدا، بتحتفظ بالسخونيه. ابتديت اشيل بقى اللي انا حطاه ده كله والخيط بتاعها، وابتديت ان انا بصوا حتى الورك الدنيا سخنه طبعا في ايديا، ابتديت ان انا بصوا مستويه تمام.